سرير من الحجر وما بيتعبش، أقلب بيضة على كرتون وما يتحرقش، واشيل فيل بصباع واحد، وطفي النار بالنار. حلم ده ولا علم؟ علم، وعلمي جدا كمان، بس أغرب من الخيال. ولا في الخيال. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا بودكاست ولا في الخيال. حلقتنا النهاردة هتتكلم على موضوع ولا في الخيال. تصدق إن إحنا ممكن نسلق بيضة على كرتونة والكرتونة ما تتحرقش؟ طبعا هتقولي إحنا بنهزر، وإيه يا عم الكلام ده؟ طب ما تيجي نشوف ونجرب بنفسنا. يلا بينا. هنحضر قطعة سميكة من الكرتون ونخليها مجوفة ونثبتها بسلك له يد عشان أقدر أمسك بيها الكرتونة، ونضع في التجويف ماء يغمر البيض يعني يغطي البيضة، ثم نعرض الكرتونة لشعلة نار معتدلة. نرى أن الكرتونة لا تتأثر مطلقا بالنار، والسبب هو أن الماء يمكن أن يسخن ويغلي في إناء مكشوف لدرجة حرارة لا تزيد عن 100 درجة مئوية. لذا فإن الماء المسخن الذي له سعة حرارية كبيرة يمتص الحرارة الفائضة للكرتونة ولا يجعلها تسخن إلى درجة تزيد عن 100 درجة مئوية، أي الدرجة اللي تخليها تحترق أو تشتعل. ولو حبينا نبسط الموضوع أكتر هنلاقي النار قدامها المية اللي فيها البيضة اللي هتتسلق، واللي داخل البيضة برضو سائل، وقدامها الكرتونة اللي هي جسم صلب. النار من طبيعتها انها بتمشي الاول والاسهل لها في الاجسام السائله، ثم تمشي في الاجسام الصلبه. فالنار هتشتغل الاول مع الميه اللي موجوده فيها البيضه والميه اللي داخل البيضه لغايه درجه حراره غليان الميه، والى ان تتسلق البيضه وتتحول الى جسم صلب. ويمكنك اجراء تجربه مشابهه بان ناخذ مسمار غليظ من النحاس ونلف حوله شريطا من الورق على شكل لولبي، ثم نقرب المسمار الملفوف حوله الشريط الورقي من لهب النار. سيحيط اللهب بالورقة ويسخنها، ولكنه لن يحرقها إلى أن يصبح المسمار النحاسي في حالة الإحمرار. السر هنا يكمن في درجة الكوندكتيفيتي الخاصة بالنحاس، أي درجة توصيل الحراري الخاصة بمعدن النحاس. إيه رأيكم نقدر نجرب دلوقتي ونسلق بيضة على كرتونة؟ مستني رأيكم في التعليقات. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم من حلقاتنا ولا في الخيال، ومنتظر منكم ردودكم وتعليقاتكم واقتراحاتكم على ما نقدم. ونتقابل بإذن الله في حلقة جديدة من بودكاست ولا في الخيال. ولا في الخيال، مع تحيات حسن الزواوي.